على مرمى الحارس عصام محمود حارس مرمى فريق وادي دجله. 35 دقيقة 10 دقائق تفصيل عن نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. كرة ثابتة خطأ لمصلحة فريق الإسماعيلي على مسافة ما يقرب من حوالي 27 ياردة أو 28 ياردة، وكرة ملعوبة على المرمى. جول! أحمد سمير فرج يتقدم لفريق الإسماعيلي مع مطلع الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول من خلال الكرات الثابتة. الصبر دائما ما يكون هو مفتاح الفرج، ويأتي أحمد سمير فرج بتسجيل الهدف الأول بعد دقيقة 36 من الكرات الثابتة ليستعيد ذاكرة الأهداف. يسجل أولى أهدافه مع فريق الإسماعيلي في هذا الدوري. كما نتابع هنا في هذه الكرة الثابتة ملعوبة وتمر من أمام أو من أعلى على الحائط البشري على يسار الحارس عصام محمود، تصطدم بالقائم الأيسر وتعانق الشباك، وينجح فريق الإسماعيلي في التعرف على الشباك من خلال مهارة التسديد والتصويب من مسافات بعيدة والكرات